الشباب، انما ما كانش موجود انا لوحدي. النهارده احنا بمناسبه بتحصل لاول مره في تاريخ الحركه. شايف ان هو يوم تاريخي في تاريخنا وبفتخر بيه جدا ومبسوط جدا ان انا موجود مع اخواتي دول كلهم. عايز اوجه كلمتي لحركه شباب احمد ماهر اللي قال ان دمياط انضمت امبارح لحركه شباب احمد ماهر. شباب دمياط كلهم موجودين معانا هنا. فين شباب دمياط؟ وبهني كل اعضاء الحركه بالانتخابات دي، يا رب تكون لسان الديمقراطيه كلها. شكرا. يا جماعه بعد اذنكم عايزين مسؤول المنوفيه وقلنا كلمه برضه. لا انا عارف ان انت احنا المنوفيه بتاع حركه المنوفيه، واحنا اول ناس اتجهنا او اتحدنا مع الجبهه الديمقراطيه علشان نقابل المحصلين، واحنا طبعا ضد الديكتاتوريه بتاعت احمد ماهر وتعيش الست امير الديمقراطيه. عايزين كلمه من الاستاذه فتحيه عسام. يا شباب 6 ابريل، يا شباب الشعب المصري، انا عايزه اقول لكم ان انا طول عمري بحيي شباب 6 ابريل وكنت بنزل معاهم في مظاهرات رئيسيه. بحترمهم لان هم سباقين في الحركه الثوريه في مصر. صحيح احنا طول حياتنا بننزل الشارع وبنناضل وبنخش السجون، لكن دايما انا مؤمنه ان حركه النضال لا تتوقف. وعشان حركه النضال لا تتوقف انا ليا كلمه واحده هقولها لشباب 6 ابريل وشباب الثوره وشباب شعب مصر. هي كلمه واحده انا بأرجوها، وهي عدم الانقسامات في الحركه الشعبيه. الانقسامات هي اللي بتكسر الحركه. الانقسامات بتبقى في صالح اعدائها. وارجوكم توصلوا بالكم الحكايه، وارجوكم الاستمرار، وارجوكم التوحد، وارجوكم الترابط، وارجوكم البرامج المستمره، وارجوكم شغل جوه الشعب المصري. الشعب المصري الأسير في الحواري والشوارع والأضرحة. انزلوا يا شباب 6 معانا بسمة فوزي المتحدثة الإعلامية باسم شباب 6 ابريل جامعة القاهرة اسكندرية. السلام عليكم. اولا مبسوطه قوي النهارده اننا جت اول تجربه ديمقراطيه في الحركه، ومبسوطه جدا ان شاء الله تكون مثال ديمقراطيه وتكون مثال لكل شيء كويس، العداله وكل شيء ان شاء الله كله توفيق في الشارع قرب للناس والحلوه تجيبهم ان شاء الله من الناس للناس. ده كويس طبعا زي بلد الاسكندريه طبعا واحنا نزلنا العيد في الموضوع دوت، فيحكمونا بس والله خير. شباب طبعا حرب 6 ابريل من افضل الحركات اللي موجوده في مصر. حرب الشباب كتير قوي جاب الطاقه. الواقع شرفنا شخصيات عامه، ليه نوصل المكان هنا عشان خاطر الناس تعمل تشوف شباب 6 ابريل هي ايه. طبعا